السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل يعرفوا هذا الزوج الجزائرية اللي دات سوري، بكل يعرفوا القصة، مش حتى أنا نشرحها ولا نعاودها ولا. أنا ما جايش نتكلم على السوري باسكو السوري باين بلي ألفا إنسان. مش ألفا يا ألفا يا باين بلي إنسان ألفا، باين بلي باد باي، الباد باي. أنا نحكي على حميد المغترب الجزائري اللي طلع هذه الطفلة، اللي طلع هذه اللي طلعتها صداع هذه اللي طلعها. انا ما فهمتش، انا تروحوا تخدموا كواردكم في فرنسا، تروحوا تخدموا كواردكم في الالمان، بدا يطلعوا لنا جزائريه. لا، علاه الجزائري ما طلعش جزائري؟ علاه الجزائري غامر بحياته في قوارب الموت، يروح 3 ايام ولا 4 ايام ديسباري، ومن بعد يوصل، ومن بعد منا، ومن بعد تظهر له يطلع الشكوب بيسطانيه كحلة البيطان من البلاد. هذا سؤال مطروح، نتمنى واحد يجاوبني عليه، ومن العلم عند الله. يطلعها من بعد حبيبنا طلقته. صداع بصحتها يعني صراحة. هي ما انا مانيش غنغلطها، انا نغلط اللي طلعها، انا والله ما نغلطها، وتحياتي لها. مرة لقات داندو طلعها بصحتها سيدي. على ما نقلق انا، والله يا الاخت، والله بصحتك. هو يقول لك الدنيا بلا شخاشخ، مش دنيا. الدنيا لو كان ما يكونوش فيها الدواب مش دنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.